السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم بقى فيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده زي ما انتم شايفين انا لابسة وجاهزة. ان شاء الله النهارده كده عندنا مشوار، رايحين نصيف بقى، رايحين مصيف كده، رايحين البحر. وانا دلوقتي لبست جوري طبعا وحضرت كل الحاجات بتاعتي. طبعا ده واحد بره بينادي كده كده يعني. تعالوا بقى اوريكم انا حضرت ايه ونشوف كده ايه. تقضوا معايا الرحله كلها النهارده. دي الشنط اللي انا حضرتها اهي. طبعا هنا الشنطه حاطه فيها هدومي كلها والحاجات بتاعتي اهي. الشنطه دي كده حلوه كبيره كده، اخده هدوم كتير. طبعا دي شنطه جوري حطيت فيها كل الحاجات بتاعه جوري الخاصه بيها اهي، عشان ما يبقاش يعني معايا حاجات كتير، شنطتي وشنطه جوري. فانا دلوقتي عشان هم بقى اخواتي وكده مستنيني عشان اقابلهم وكده، فانا دلوقتي هقفل معاكم، وان شاء الله لما اقابلهم ونوصل هناك هصور لكم ان شاء الله فيديو كده يكون حلو وفلوج حلو كده في البحر. فتابعوني وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك للفيديو ده. بصوا بقى زي ما انتم شايفين احنا جينا خلاص البحر اهو. البحر جميل جدا جدا، بصوا والميه تحفه، جميل خالص. طبعا وصلنا وركبنا بقى العربيات وكده، بس ما عرفناش اصور لكم بقى عشان كمان حاجات كتير والولاد وكده، فغيرت ولبست، وطبعا جوري لبست وكل حاجه. بصوا بقى البحر، اوريكم بقى كده ايه المنظر كده بتاع الشط في اسكندريه. بصوا الشاطئ البروفاج الجديد اللي هم مجددينه، طبعا ده النفق الجديد اللي هم عاملينه زي نظام كوبري ستانلي كده، ده كده من فوق. بصوا بقى الشط تحت، ميه جميله ولونها تحفه. بصوا طبعا زحمه، وهناك برضه في زحمه كده، شايفين بقى الولاد جوه اهم العوامه دي. بصوا عبد الله ورمزه والولاد كده جوه هنا اهو، واحنا طبعا قاعدين بره كده عند الشماسي هناك اهي، قاعدين كده في الصف الاول عشان نبقى قدام الولاد وكده. بصوا بقى البحر جميل جدا، شايفين الميه. طبعا احنا لسه بدري والشمس لسه حارقه، فمش هننزل دلوقتي، يعني نستنى شويه كده لغايه الجو ما يبقى كويس وبعد كده ننزل. بصوا عبد الله اهو، اعمل باي يا عبد الله. ده في هنا تسونامي، انزلي معايا. هنزل بس مش دلوقتي. طب يلا اعمل باي، خد عبد الله. ده طبعا عبد الله ابن اختي نزل. طبعا الولاد ما بيستنوش، طبعا اول ما بنيجي بينزلوا الميه على طول. بصوا البحر جميل جدا، هصور لكم برضو كده الفعاليات بتاعتنا طول اليوم.
تلعبوا بايه؟ جبنا لعب بحر. تلعبوا بألعاب البحر؟ تعمل ايه يا عبد الله؟ عبد الله هتعمل ايه؟ شاركوها مع بعض يا عبد الله. طلع راح يجيب ميه، يقعدوا بقى يلعبوا هنا كده. هتروح تجيب بيها ميه وتديها لك تاني يا روسي. بصوا قاعدين بيلعبوا ازاي. جيب النجمه دي يا حمزه اهي. ايوه العب بيها بقى، اعمل بيها نجم. عبد الله بيرش ميه على حمزه، وهنا يحيى وعمر ورماس وعبد الله ورمزه اهي. رمزه ادي لرماس تجيب بقى مره، انت مره ورماس مره. قاعدين بقى بيلعبوا دلوقتي كده بألعاب البحر، بيلعبوا في الرمل. بصوا بقى والشط عامل ازاي. الشط بقى عشان الجو دلوقتي الساعة 5، فايه تلاقي بقى الناس كلها بتنزل بقى في الوقت ده، اللي هو الشمس بقى بتكون هدت شوية وكله بقى بينزل، بيبقى الجو حلو بقى في الوقت ده خالص. شايفين جو جميل، والناس يعني ما بتدخلش جوه قوي عشان برضو المية عالية، يعني الموجة مفيش موجة كتير، بس المية يعني عالية. في ناس ما بتدخلش لجوه، يعني هو انتوا بيتهيألكوا يعني ان هم قريبين من على الشط، بس لا، يعني لو دخلتوا جوه بتلاقوا نفسكم مفيش طول وكده، فكله يعتبر هنا كده على الشط. طبعا دي مركب بقى بالنسبه للناس اللي عايزه تأجر مراكب، ممكن بقى يأجروا ايه مركب كده تمشي بيهم في البحر اهي. هنا بقى الشط كبير خالص، الشط اللي هم كانوا مجددينه في اسكندريه ده، شايفين؟ كله بيلعب في الرمل ازاي. ده يحيى طبعا اكل الرمل. فين رونزا بتكب ميه على يحيى. بصوا بقى هنا خلاص احنا لمينا حاجتنا وكنا خلاص هنمشي بقى، كنا بنحضر بقى الحاجات بتاعتنا كلها هنا والشنط والحاجات دي. طبعا الولاد لبسوا وغيروا، كلنا غيرنا ولبسنا، بس كنا قاعدين شويه. طبعا لسه الشمس موجوده وكده، لان احنا مشينا بدري من الشط، احنا ماشيين الساعه 7. طبعا كان في ناس كتيره بقى بتيجي في الوقت ده اكتر مننا يعني، فاحنا دلوقتي لمينا الحاجات وخلاص ماشيين. بصوا هنا بقى كنت بوريكم ان انا خلاص كده شايله الشنطه وخلاص بقى بنودع الشط وخلاص هنمشي. بس عايزه اقول لكم ان القعده بالليل في الوقت ده تبقى تحفه. خلاص بقى الشمسيات بقى بتبدا تنزل وكده، وتقعدوا بقى ايه منكم كده للبحر. بس طبعا بيبقى فيه زحمه كتيره جدا اكتر من الاول. هنا طبعا عبد الله اهو كان لبس بقى وغير، بس كان طبعا تعبان بقى، الولاد من كتر ما لعبوا في الميه والحاجات كانوا تعبان. بعد ما طلعنا بقى من الشط، قدام الشط على طول بصوا لقوا الالعاب دي، صمموا بقى ان هم يلعبوا فيها، مع انه كنت بقول لكم ان هم تعبانين من الميه وكده، بس برضو صمموا ان هم لازم يلعبوا فيها وكده. ده يحيى اهو كان قاعد بيطلع وينزل، والاولاد التانيين بيلعبوا هنا على الترامبولين. طبعا هم فضلوا بقى يلعبوا كده، فاحنا قلنا بقى ايه يعني نقضي لهم نفسهم بقى، طالما عايزين يتنططوا. طبعا بصوا بقى الناس فوق هنا عامله بقى الكوبري، فبيتفرجوا بقى على الشط وكده، منظر جميل. فالاولاد بقى هنا هيلعبوا، بعد ما يخلصوا هنمشي على طول.
بس ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده. عايزه اقول لكم ان احنا اتبسطنا جدا في الخروجه دي. طبعا الخروجه مع الاصحاب وكده بتبقى ليها طعم مختلف غير لما بنخرج مع الاهل وكده. بس فده كان الفيديو بتاعي النهارده. فيا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. وانتظروا بقى الفيديو اللي جاي، هوريكم بقى انا عملت ايه بعد ما روحت، عشان تشوفوا بقى الهيصه والحاجات اللي البحر بقى بيعملها فينا. فانتظروا الفيديو اللي جاي، وزي ما قلت لكم حطوا لايك للفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد تاني على خير، ومع السلامه.